ده انت يومك مش فايت النهارده، ده انا هطلع عينك وعين اللي خلفوكي. بتزعق لها كده ليه يا ابني في الشارع؟ سيبني يا عم الحاج، سيبني عليها، دي مطلعه عين امي. يا ابني الضرب والزعيق مفيش منهم فايده. امال انا اعمل ايه معاها يا عم الحاج؟ يا ابني مش بالطريقه دي، واحده واحده وشويش على نفسك، صحتك اهم من اي حاجه. ما هو انا تعبت يا عم الحاج ومش عارف اعمل ايه معاها وجبت اخري. يا ابني لو عايز تضرب الست اضربها بالست اللي زيها. يعني ايه يا عم الحاج اضربها بالست اللي زيها؟ انا كده ما بقتش فاهم حاجة. يعني هي لو تعباك ومدوخاك يا ابني اتجوز عليها. تصدق فكرة يا عم الحاج. سيبك من امه يا حبيبي وتعالى كمل ضرب. على رأي المثل ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ها مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا مولانا. قولي بقى هتاخد مني كام يا مولانا؟ بص يا حبيبي، انا بحاسبك على حسب جمال العروسة، وشوف انت بقى عروستك جميلة ازاي وحاسبني على قد جمالها. والله فكرة حلوة يا مولانا. يلا بقى يا حماية يا قمر نادي العروسة. يا هيفاء تعالي يا هيفاء. نعم يا بابا. لا بسم الله ما شاء الله، عروستك جميلة قوي يا ابني. خلاص روحي غيري بقى انت يا هيفاء. حاضر يا بابا. قولي بقى يا مولانا هتاخد مني كام؟ بصي بقى يا ابني، انت عروستك بسم الله ما شاء الله جميلة قوي، فانا هاخد منك 30,000 جنيه يا حبيبي ومع الواجب كمان. ايه ده مش كتير كده يا مولانا؟ كتير ايه يا ابني، ده انت عروستك دي اتدفع لها 1,000,000 جنيه مش 30,000 بس. هعمل ايه؟ ماشي يا مولانا كله يهون عشان عروستي القمر دي. يلا السلام عليكم. ما تنده لنا بقى عروستي القمر يا حماية. يا هيفاء تعالي يا هيفاء. نعم يا بابا. كلمي عريسك يا حبيبتي. نعم يا عريسي يا قمر. تعالى يا مولانا هنا بسرعة قبل ما تمشي، هديك 1,000,000 جنيه وطلقني منها بسرعة. ها قوليلي ايه رأيك في البيت الجديد يا فوزية؟ بسم الله ما شاء الله حلو قوي يا عبدو. يعني البيت الجديد عجبك يا فوزية؟ ايوه طبعا، ده يعجب حتى الاميرة مش انا بس، ده كفاية الفيو بتاعه. طب كويس يا فوزية انه عجبك. بس بقولك ايه يا حبيبي، كنت عايزة اسألك في حاجة. اتفضلي يا فوزية اسألي في اللي انت عايزاه. قولي يا حبيبي ايه اكتر حاجة بتتمناها من الدنيا؟ حاجة زي ايه يا فوزية؟ يعني حاجة بتتمناها تحصل في حياتك. ما احنا بنتمنى حاجات كتير تحصل في حياتنا، بس انتي قصدك ايه يا فوزية؟ يعني حاجة انت نفسك فيها وعلى طول بتدعي انها تحصل. تعرفي يا حبيبتي من بعد ربنا ما اداكي ليا. ايوه يا حبيبي، والله بقيت اخاف اطلب منه حاجة تاني. ما فكرتش في موضوع الجواز اللي كلمناك عليه يا حاج؟ لا يا ابني ما فكرتش. وليه كده يا حاج؟ ما انا من ساعة ما الكلب عض امك وماتت وانا ماتت في عيني كل الستات. ما هو لازم يا حاج تكون في واحدة جنبك تاخد بالها منك وترعاك. خلاص يا ابني طالما انتوا شايفين كده يبقى انا هعمل اللي انتوا عايزينه. شفتي يا حاج بعد ما اتجوزت وشك بقى منور ازاي؟ ايوه يا ابني يا حبيبي شفت، والبركة فيكم. بقولك يا ابني يا حبيبي عايزك تذبح لي 3 خرفان. ليه يا حاج 3 خرفان؟ اول خروف يا ابني عايزك توزعه على الفقراء والمساكين وما تسيبش حد الا لما تديله. ماشي يابا اللي انت عايزه. والتاني يا ابني عايزك توزعه عليك انت واخواتك وتقسموا قسمة العدل. حاضر يابا. والتالت يا ابني عايزك تذبحه كده وتنضفه تنظيفة حلوة وتديه للكلب اللي عض امك. وانا هديلك الكلب ليه يا حاج؟ يا ابني ما هو طلع الكلب ده عارف مصلحتي اكتر مني. مالك يا فوزية متضايقة كده ليه يا حبيبتي؟ اسكتي يا فتحية، جوزي مش عارفة امسك عليه ولا غلطة. ازاي يا حبيبتي؟ مفيش راجل مفيهوش غلطات. اهو جوزي بقى اللي مفيهوش غلطات يا فتحية. لا مستحيل، قوليلي طيب في ايه بالظبط واحكيلي.
بصي، هو جوزي بيحبني وبيحبني قوي كمان، بس انا مش عارفة امسك عليه ولا غلطة. طب ما دي حاجة كويسة يا فوزية. لا طبعا مش كويسة. ازاي طيب مش كويسة؟ هي في ست تقول اللي جوزها ما يزعلهاش؟ المشكلة ان انا عايزة امسك عليه اي غلطة ومش عارفة. خلاص امسكي تليفونه وهو نايم وفتشي فيه، اكيد بيكلم بنات من وراكي. الغريبة يا فتحية ان هو بيجي يديني التليفون وبيديني حتى الباسورد. هو انتي بتدوري على اي حاجة عشان تنكدي عليه يا فوزية؟ ايوه، هو كده الموضوع بالظبط. خلاص بسيطة قوي يا حبيبتي، لما يجي قولي له هو انا لو مت هتختارني انا ولا حور العين؟ لو قالك حور العين ساعتها نكدي عليه ويبقى الفرصة جتلك لحد عندك. طب ولو قال لي انا؟ لو قالك انتي ساعتها هتقولي له ده بدل ما تقولي بعد الشر عليكي. والله فكرة. خير يا فوزية، في حاجة ولا ايه؟ ايه يا عبدو، هو انت فين؟ انا في الشارع يا فوزية، في حاجة ولا ايه؟ طب وانت اتأخرت ليه؟ مش انت عارف اللي احنا ورانا مشوار مهم ولازم نلحق نروح بدري؟ اصل في واحد وقعت منه 200 جنيه وعمال يا عيني بيدور عليها من صباحية ربنا ومش لاقيها. ان شاء الله هيلاقيها. وانت بقى يا عبدو واقف معاه من صباحية ربنا بتدور معاه على الفلوس؟ اساعده ايه يا ولية؟ روحي بس اركني على جنب دلوقتي عقبال ما اخلص الحوار. امال انت واقف مع الراجل من صباحية ربنا بتعمل ايه؟ انا واقف من صباحية ربنا ودايس على 200 جنيه ومستني الراجل يمشي عشان اخدها. شبيك لبيك، تطلب ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا افركوش ابن عبده وليك عندي امنية. ايه ده؟ هي امنية معاك؟ امنية مين؟ دي البنت اللي انا بحبها وهريها بوس. طب وحياة امك هات رقمها. كنت عايزة ابلغ سيادتك يا فندم ان في جريمة قتل حصلت من شوية. في انهي منطقة وايه نوع القتل؟ في منطقة الحضرة يا فندم، ونوع القتل ست بيت قتلت جوزها بسكينة في قلبه. طب وايه سبب الجريمة؟ السبب يا فندم ان هو دخل البيت بالجزمة وهي بتمسح البلاط قبل ما ينشف. المهم قبضتوا على الست؟ لسه يا فندم، مستنيين البلاط ينشف. ابنك ساب البيت يا فوزية. لو كان خيرا لبقى. ابنك هيتشرد يا فوزية. ومن استغنى فنحن عنه أغنى. انت فيديوهات الفيس لحست دماغك، انت طالق يا فوزية. اللي باعنا خسر دلعنا. بصي يا فوزية، انا اتجوزت عليكي والعروسة واقفة برا. خشي يا نانسي. هاي يا طنط. خشي اوضتك يا نانسي. وانا جيت عشان اقسمها معاكي يا فوزية. انت 4 ايام في الاسبوع وهي 3 ايام. لا. طب انت 5 ايام في الاسبوع وهي يومين. لا. خلاص انت 6 ايام وهي يوم. لا برضو. امال انت عايزة ايه يا ولية؟ انت يوم وانا يوم. انتي حلوة قوي يا أمورة، تتجوزيني؟ لا طبعا، حضرتك شكلك كبير قوي. حضرتك عندك كام سنة؟ أنا عندي حوالي 12 مليون زرار. أنا بحب السن ده جدا. أهو نحط زراري على زرارك ونجيب كباسين صغيرة. بقولك ايه، مش ناوي تبطل الهباب اللي بتشربه ده؟ مش لما تبطلي انت المكياج اللي بتحطيه؟ وانا يعني بحط لنفسي؟ ما انا بحط لك مكياج عشان تشوفني حلوة. خلاص، وانا كمان بشرب عشان اشوفك حلوة. انا بقولك ايه يا ابني؟ نعم يا بابا. خد 200 جنيه دي هاتلك بيها حاجات حلوة وبات عند خالك النهاردة. حاضر يا بابا. قال ايه رأيك بقى يا فوزية؟ اديني سربت الواد اهو. ما تكسفنيش بقى يا عبدو. انت ايه اللي رجعك يا بوز الاخس؟ خالي يا بابا اداني 300 جنيه وقال لي سلم لي على ابوك وقول له هو انت فاكر ان عندك انت الخميس وانا عندي التلات؟ قال بقول لك ايه يا فوزية؟ قولي يا عبدو، عايز ايه؟
احنا بقالنا 3 سنين متجوزين يا فوزية، صح؟ صح يا عبدو. انا نفسي اشوفك من غير مكياج يا فوزية. انت بتلف وبتدور على ايه يا عبدو؟ قول بقى انك عايز تطلقني.